السلام عليكم ورحمة الله. كندير هذا الفيديو في إطار التفاعل مع تصريح للسيد وزير العدل في شأن ما قاله فيما أنه لا وجود لمكنة دستورية لإقالة الحكومة، وأنه لا وجود لمكنة دستورية لإقالة رئيس الحكومة. وللأسف هذا القول ترددته مجموعة من الأقلام سواء بحسن نية أو سوء نية، وهذا الشيء كاين على خلاف القانون. حنا من واجبنا كرجال القانون أننا نوضحوا ونبسطوا ونشرحوا للناس ما وجد في الدستور صراحة. أولا، نص الدستور الحالي بوأ الملك مكانة فوق السلطات، على اعتبار أن الملك هو الحكم بين السلطات والضامن لاستقلال السلطات. واحد. ثانيا، معنى هذا القول أن الملك حسب نص الفصل 47 من الدستور هو من يعين رئيس الحكومة ومن يعين الحكومة ككل. وفي أبجديات ألف باء جيم ديال القانون الإداري أن سلطة التعيين هي من تتكلف بسلطة الإقالة. لذلك في إطار توازي الشكليات لا يمكن أن نمنح لجهة سلطة التعيين وأن نسحب منها سلطة الإقالة. ثانيا وثالثا، أنه بنص الفصل 96 من الدستور كنلقاوه أن جاوب لنا على هذه المسألة بجواب واضح. 96 من الدستور شنو قال؟ للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أن يحل بظاهرين المجلس معا. ما معنى أن يتم حل مجلس النواب ومجلس المستشارين؟ معنى أن ما بقاش برلمان وما بقاش حكومة، فبالتالي هذا ما يسمى بالإقالة الضمنية للحكومة ورئيسها. أيضا في الفصل 97 سيؤكد يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل. لذلك من يقول بأنه ليست هناك مكنة دستورية لإقالة الحكومة ورئيسها من طرف جلالة الملك، إما أنه يقول هذا الكلام لأنه ليس غير مطلع بما هو منصوص عليه في الدستور، أو لمآرب لا يعلمها إلا هو، وشكرا.